السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، وإن شاء الله النهاردة معانا حلقة الكل بيسأل وبينتظر، اللي هو موعد شقق وحجز. إن إحنا موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي وبالذات الإعلان 18، وعايزين نعرف إيه الأسعار وإمتى ميعاد الشقق. كل ده أسئلة بتتسأل كتير الأيام دي، وهتكلم في الحلقة عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وميعاد الشقق أو طرح الإعلان واسعار الشقق بتاعت الاسكان الاجتماعي برضو الاعلان ال 18. كل ده هاخده في الحلقه كده سريعا وبايجاز. واماكن الشقق دي نازله فين في الاسكان الاجتماعي، ايه المدن الجديده اللي نازل فيها ايه الاعلان. اول حاجه هنتكلم عن شروط ايه الاعلان او شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي عموما. يعني دي شروط بتبقى عامه في كل اعلان بينزل. اول حاجه ان يكون المتقدم مصري الجنسيه، يعني ما يكونش مثلا واحد من السودان او من اي جنسيه تانية ويقول انا اقدم، لا لازم يكون مصري الجنسيه علشان ما يترفضش. بيكون عمر المتقدم من بين 21 سنه او لغايه 50 عام. يعني من 21 ل 50 سنه تقدر تقدم في شقق الاسكان الاجتماعي. قيمة الدخل الشهري المتقدم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي بالاعلان ال 18 هي زودوا للاعزب 6000 جنيه و 8000 جنيه للمتزوج. ده بشروط الاعلان اللي هو الدخل بتاعك. يعني دي الشروط اللي بتنزل كل اعلان، يعني دي شروط عامه على كل اعلان ال 14 والاعلان العاشر وكذا، بس بيزيد الدخل فحددوا للدخل ليه اللي احنا بنقوله ده. عدم التقديم على اكتر من وحده سكنيه. احيانا في ناس يعني تتنصح شويه وتقول ان انا اقدم على كذا واحده عشان لو ما جاتش دي تيجي دي. لا، ما ينفعش ان انا اقدم على اكتر من وحده سكنيه في نفس الاعلان. ولو انت كاتب الزوج ما تقولش ايه انا هقدم باسمي وباسم الزوجه او باسم الزوجه وباسمي. ما ينفعش ان انت تقدم على اكتر من وحده. سداد مبلغ مقدم جدية الحجز. اما بتنزل كراس الشروط بيقول لك ان جدية الحجز السنه دي مثلا او للاعلان 18 كذا، لازم نروح ندفع مبلغ جدية الحجز ضرورة امتلاك دليل بيثبت ان انت مثلا انا مقدم في محافظة اكتوبر، يبقى هثبت ان انا مقيم في محافظة الجيزة. لو هقدم مثلا في القاهرة يبقى هثبت ان انا مقيم في القاهرة. يبقى ضرورة امتلاك دليل بيثبت ان اقامتك في المحافظة اللي انت مقدم فيها على الوحدة السكنية، او تكون شغلك او وظيفتك في المحافظه اللي انت عايز تقدم عليها. يعني مثلا ممكن واحد يكون ساكن في الجيزه وعايز يقدم في القاهره، يثبت ان شغله في القاهره مفيش اي مشكله، يبقى عنده الاثبات ان هو ان هو في شغل او في ساكن هو في المحافظه اللي هو فيها. عدم تخصيص وحده سكنيه او قطعه ارض سكنيه للمتقدم او لاسرته في المدن الجديده والمحافظات. يعني انت ما تخصصلكش قبل كده وحده سكنيه او قطعه ارض في المدن الجديده او اي محافظه. ما تقولش انا اتخصص لي في الجيزه عايز اقدم مثلا في البلد بتاعتي، مثلا اذا كان في الصعيد او في وجه بحر. احنا عمالين نتكلم ونقول الشروط ونقول كده، لكن السؤال المهم امتى طرح الشقق دي. اوضح صندوق الاسكان الاجتماعي ان موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الخاص بالاعلان ال 18 اللي كل الناس بتسال عليه دلوقتي لمحدود الدخل يكون في الربع الاخير من عام 2023. طيب يعني يا اخر السنه دي يا شهر 11 يا شهر 12 او بدايه العام الجديد، مش هتزيد عن كده. ومساحه الشقق بتتراوح من 75 متر ل 90 متر. ده الميعاد اللي يعني مش هيزيد عن لا اما الربع الاخير 11 او 12، وده بيبقى في الاغلبيه بينزل مع ميعاد الشقق كده. ولكن احنا هننتظر برضو اذا كانت اول السنه يبقى احنا عاملين حسابنا في المقدمه وعاملين حسابنا ان احنا عرفنا الشروط كلها ونحضر اوراقنا. طيب الاسعار بتاعتها، هل اسعار الشقق دي هتبقى غاليه قوي ان احنا ما نقدرش نقدم، ولا في الرينج اول حاجه هو اسعار الشقق لو كان طبقا للزياده عن الاعلان ال 14 والاعلان ال 16 وكذا، ان الاعلان ال 18 قال لك بيتراوح، يعني دي برضو مش اكيده، بس يعني متوسط السعر هيبقى في الرينج ده من 245 او 360 الف جنيه. من 245 الف ل 360 الف، او في ناس قالت اللي هتوصل لغايه 400 الف. وبيتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري. يعني ايه بنظام التمويل العقاري؟ يعني انت بعد ما بترسي عليك الشقه بيحولك اليه لبنك، وفي ظل الشروط طبعا اللي بيحددها البنك والاسكان. وعايز اقول ان في كلتا الحالات لو الشقه برضو غاليه او رخيصه هي بنظام بالقسط، بس اهم حاجه ان احنا نقدر على القسط. طب اماكن الشقق دي فين؟ يعني انت قلت لنا عن كل حاجه، لكن اماكنها فين؟ المدن. اول حاجه مدينه اكتوبر الجديده، ومدينه القاهره الجديده ده اللي نازل هينزل فيها المشروع، ومدينه العبور الجديده ومدينه حدائق اكتوبر. كل دي المدن اللي يعني محتمل او شبه اكيد ان ينزل فيها دي، ومدينه العاشر من رمضان ومدينه الشروق. كل دي المدن المتاحه للاعلان ال 18. مدينه المنصوره الجديده ومدينه دمياط الجديده ومدينه غرب قنا الجديده. تمام، كل ده
المدن اللي انت تبقى عارف من حسابك، لو كل حاجه يبقى انت عرفت ان انت تقدم فين او انت عايز ايه. مدينه نصر، غرب اسيوط، ومدينه العلمين الجديده، كل دي المدن. يا رب ان احنا نكون وصلنا كل المعلومات عن الاعلان، وننتظر ان شاء الله لما ينزل رسمي. وتابعوني، ويا ريت تتابعوني على القناه، واول ما ينزل مشروع ان هي تشرح طريقه كيفيه التقديم وكيفيه رفع الورق على الموقع. وان شاء الله يكون كله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.